في شبرا الخيمة لقي شاب مقتول عنده 22 سنة، وبعد الكشف والتحريات اكتشفوا إن إخواته البنات هم اللي عملوا فيه كده. تعالوا نعرف إيه اللي يخلي 2 إخوات بنات يعملوا أخوهم كده بمساعدة خالتهم وكمان ابن خالتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حكاية جديدة من الصندوق الأسود. قصتنا النهاردة من أغرب القضايا اللي اتكشفت في محافظة القليوبية، وبالتحديد في شبرا الخيمة، واللي محدش كان يتوقع تفاصيلها بالشكل ده. في البداية الأهالي اتفاجئوا بخبر صادم. شاب اسمه عادل عنده 22 سنة لقوه مقتول في شقته. المشهد كان بشع وصعب على أي حد يستوعبه. كل الناس افتكرت في الأول إنها جريمة انتقامية من ناس غريبة، أو يمكن حد من بره بيصفي حسابات معاه، وخصوصا إن طريقة القتل كانت وحشية جدا. لكن لما الشرطة دخلت في الموضوع وبدأت تحرياتهم، اكتشفوا إن القصة أعمق من كده بكتير. اللي محدش كان متخيله إن عادل نفسه كان عايش حياة مليانة أخطاء وظلم للي حواليه. عادل كان ساكن مع أبوه وأمه وأخواته البنات إيمان وروجينا في منطقة اسمها أم بيومي في محافظة القليوبية. البيت من بره شكله بيت متدين، الأب والأم ناس ملتزمين بيروحوا الكنيسة كل يوم حد وعايشين حياتهم عادي. لكن جوه البيت كان فيه أسرار سودة محدش يعرف عنها أي حاجة. إيمان اللي عندها 17 سنة وروجينا اللي حوالي 23 سنة، البنات دول عاشوا مع أخوهم عادل المفروض يكون سندهم وحميهم، لكن اللي حصل كان عكس كده تماما. عادل ما كانش الأخ اللي تسندوا عليه، بالعكس كان أكبر كابوس في حياتهم. التحقيقات كشفت إن عادل كان بيعتدي على أخواته اعتداء جنسي. إيمان وروجينا اعترفوا إنهم تعرضوا منه لحاجات صعبة جدا، كانوا عايشين في رعب يومي، خايفين يتكلموا أو يفضحوه ويفضحوا نفسهم، وفي نفس الوقت مش قادرين يستحملوا اللي بيحصل معاهم. مش بس كده، الكارثة الأكبر إن عادل مد إيده كمان على خالته تريزا. تريزا كانت بتزورهم وبتدخل بيتهم كقريبة وأخت للأم، لكن عادل استغل وجودها وبدأ يعتدي عليها زي اخواته الاتنين. تخيلوا أذى نفسي ومعنوي كبير بالشكل ده من واحد المفروض يكون جزء من العيلة وحميهم. البنات عاشوا في صمت، لكن جواهم كان في غل وكره بيكبر يوم بعد يوم. تريزا كمان ما قدرتش تسكت، ولما ابنها مينا عرف ان عادل اعتدى على امه وعلى بنات خالته، اتحول الغضب عنده لبركان. مينا ما قدرش يستوعب ان ابن خالته عمل كده، وقال لازم يتعاقب، لازم يدفع الثمن اللي عمله. ومن هنا ابتدى التفكير في الجريمة، جريمة نهاية عادل. الخطة اتعملت بدقة، كانوا عارفين ان الاب والام بينزلوا كل يوم حد ويروحوا الكنيسة والبيت بيكون فاضي. دي كانت الفرصة اللي استنوها. تريزا قررت تلبس نقاب، وابنها مينا كمان لبس نقاب علشان محدش يعرفهم. ركبوا توك توك واتجهوا لبيت عادل. ايمان وروجينا كانوا مستنين اللحظة دي بفارغ الصبر. اول ما وصلوا البنات فتحوا لهم. عادل كان نايم ما يعرفش ان نهايته قربت. اللحظة الحاسمة خلاص وصلت. دخل مينا وامه تريزا ومعاهم ايمان وروجينا، مسكوا عادل وهو مش قادر يفهم ايه اللي بيحصل حواليه. الغضب اللي كان جواه منفجر في اللحظة دي. السكاكين اتوجهت له، الهجوم كان عنيف، كأن كل الكره اللي اتجمع في السنين طلع في لحظة واحدة. التفاصيل كانت بشعة وصعبة، لكن اللي وراها كان واضح، انتقام وصرخة غضب من أذى استمر سنين. بعد ما خلصوا حاولوا يبينوا قدام الناس انهم مصدومين ومفجوعين على اخوهم،
لكن البرود اللي ظهر على وشهم كان مريب، لا دموع ولا انهيار ولا أي حاجة تدل إنهم فقدوا أخوهم الوحيد. رئيس المباحث لاحظ ده وشك فيهم، ومع استمرار التحريات والمتابعة ومع مواجهة البنات والأسئلة الكتيرة انهاروا واعترفوا بكل حاجة. إيمان وروجينا قالوا بالحرف: أخونا أذانا، ما قدرناش نتحمل، عشنا في رعب وخوف، وما كانش في حل غير إننا نخلص منه. تريزا اعترفت إن عادل اعتدى عليها أكتر من مرة، وإنها لما حكت لابنها مينا هو اللي أصر على إنه لازم يتقتل. الاعترافات دي كانت صدمة للأب والأم، محدش كان يتخيل إن ابنهم اللي كانوا شايفينه عادل ببراءته من بره كان سبب في تدمير العيلة من جوه، ولا كانوا متخيلين البنتين اللي ساكتين طول الوقت عايشين في العذاب ده لحد ما فقدوا الأمل وشاركوا في جريمة بالشكل البشع ده. القصة دي يا جماعة بتقول إنه الظلم والاعتداء لو استمر وسكتنا عليه ممكن يتحول لقنبلة تنفجر في لحظة وتخلي النهاية مأساوية للجميع. دي كانت قصتنا النهاردة من الصندوق الأسود. السؤال هنا: هل البنات وخالتهم وابن خالتهم كان عندهم حق ياخدوا حقهم بإيديهم، ولا مهما كان اللي حصل القانون هو اللي كان لازم يفصل ويعاقب؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، واستنونا في حلقة جديدة وقصة أغرب وأعمق من الصندوق الأسود. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.